صباح الخير، وكل الخير يا رب يكون من نصيبكم ورزقكم وكل الحفظ. عايزيكوا دايما تحاولوا ما تركزوش مع السوشيال ميديا، ما تركزوش مع البوستات ومع الفيديوهات الكتير اللي كلنا بنقابلها، إلا لو كان حاجة تحسي فيها بالصدق. دايما استفتي قلبك. 90% من اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبنعيشه بيتقالك مثلا أنا دلوقتي بعمل فيديو هحط لك فيه 10 معلومات صح أو 100 معلومة صح، ومعلومة واحدة بس مغلوطة في وسط المعلومات دي كلها، وهي اللي هتعلق معاك من الفيديو. لأن في ناس دي أساليبها وهم بيتدرسوا لده أو بيتظبطوا لده أو بيتبرمجوا لده. القصد من الفيديو أو من الحوار المعلومة اللي أنا عايزة أوصلها لك من 100 معلومة الصح اللي هتقنعك وهتثبت لك وهتأكد لك إني بتكلم صح وإني حد دغري وإن حد ما بغلطش، عشان أوصل لك المعلومة الصغيرة قوي اللي أنا مأمورة إن أنا أوصلها لك أو اللي أنا مأمورة إن أنا أوصلها لك. خدوا بالكم، ما تصدقوش كل اللي بيتقال وما تصدقوش كل حاجة بتحصل. حاول دايما تتبع الحدث الحلو اللي تلاقيه جاي بيحبطك بحاجة في وسط الكلام وانت ما اقتنعتش، ما تسمعهاش. خلي دايما ثقتك بالله أقوى من أي كلام يتقال. ثقتك بالله وفي قدرة الله وفي صنع الله أقوى من أي حاجة ممكن تتقالك تشككك في دينك، في عقيدتك، في وطنك، في أهلك، في دنيتك، تشككك في أي حد. اللي يفكر يتخطى الحاجز النفسي أو الحاجز الأمان بتاعك ترده بره حياتك، ما تسمعلوش، سواء كان هيبقى بوست، هيبقى فيديو، هيبقى حاجة. لأن في الأغلب 3/4 دلوقتي الحاجات اللي بتتعمل إلا من رحم ربي السم محطوط في العسل، على أساس إن يتقالك كل المعلومات صح تيجي معلومة مغلوطة، أو يتقالك كل المعلومات اللي تحبطك وترعبك وتحسسك إن مفيش بكرة وإن الدنيا سودة وإن الكون خلاص وإن هيحصل وهيحصل وهيحصل وهنجوع وهنموت وهنتضرب وهيتعمل وهيتسوى. هو كل الحاجات دي بإيد مين؟ مش بإيد ربنا برضو؟ ولا هي بإيد بني آدمين؟ وهي لو كانت بإيد بني آدمين كان زمان الهوا اللي احنا بنتنفسه ده أصلا موجود؟ خدوا بالكم كويس من نفسكم من عقولكم. ونصيحة أخيرة، حاولوا قد ما فيكم، أنا عارفة الموضوع صعب لأن كلنا اتعودنا على أن الموبايلات تبقى في إيدينا لحد ما بننام أو جنبنا، وإحنا نايمين الشبكات تتقفل، الواي فاي يتقفل. يا ريت لو الموبايل ما يبقاش معانا في نفس الأوضة. يا ريت نرجع تاني المنبهات العادية بتاعت زمان، مزنبلك أو بطارية، نرجع نستخدمها لا نصحى عليها. أضعف الإيمان نبقى عارفين إحنا كعائلات إحنا عندنا تليفون الأرضي شغال إجباري عندنا كلنا. خلي التليفونات الأرضي تبقى صوتها مسموع، إن لا قدر الله في حاجة هنتصل ببعض على التليفون الأرضي فبنسمعه. حاولوا تقفلوا الموبايلات، لأن الذبذبات والحاجات اللي بتتصدر لنا عن طريق الموبايلات وإحنا نايمين، سواء اللي مصدق الكلام ده أو مش مصدقه، بس أنا مقتنعة بيه تماما، ومع الوقت سواء احنا اللي هنعرفه او اجيالنا الجايه بيتصدر لنا افكار واحباطات وحاجات بتقدر تخترق بعض العقول الا من رحم ربي، وبتعرف تظبط كويس جدا في دماغهم فكره لا توديهم في داهيه ايا كان. كلنا بنصحى على اخبار غريبه من ناس كان صعب انها تعملها وكأن في حاجه سيطرت على عقلهم. ربنا يسترها معانا جميعا ويحفظنا. احنا كلنا بنحاول نتشعبط ونلجأ لله، وبفتكر بس يا الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ربنا يسترها معانا جميعا ويحفظنا، ونحاول دايما ما نصدقش كل اللي بنشوفه، لأن كله بقى كذب، كله بقى كذب. حاولوا ترجعوا للطبيعة، ترجعوا للبدائيات في تعاملاتكم لو عايزين تعيشوا بسلام، وربنا يقوينا على كل اللي بيتخطط لينا ويحفظنا منه. الله أكبر على كل شيء. نهاركم سعيد.